في يوم من الأيام الثعلب كان ماشي في الغيط، لقى حمار قاعد بياكل نجيل. الدنيا كانت هادية والهواء بيحرك ورق الشجر كأنه بيحاول يهمس بسر. الثعلب قال للحمار: بتاكل ايه يا حمار؟ الحمار بصله باستفزاز كده وقال له: يعني انت مش شايف انا باكل ايه؟ عموما انا باكل نجيل اصفر ولذيذ. الثعلب قال له: تقصد نجيل اخضر؟ الحمار رفع عينه كده بكل استغراب وقال له: لا، النجيل أصفر. أنا باكل النجيل كل يوم وأنا أدرى منك. الثعلب يقول النجيل أخضر والحمار يقول النجيل أصفر. الموضوع سخن ما بين الاتنين ودخلوا في مشادة، وكل واحد فيهم شايف نفسه أذكى وأفهم وأصح، ونسيوا إن الجدال أحيانا مش دليل على القوة بل دليل على الفراغ. انتهت القصة بإنهم قالوا: خلاص، الأسد يسمع القصة بهدوء ونحكي له وهو صاحب الحكم والتصرف. راحوا فعلا للأسد وسمعوه القصة. الأسد بعد ما سمع من الاتنين هز راسه وسكت شوية، وبعدين قال: الحكم سجن الثعلب أسبوع كامل. الكل اتصدم والحمار فتح بقه بكل ثقة. الثعلب اتشقلب من الصدمة، وقبل ما ينفذ أسبوع السجن اللي حكموا عليه الأسد قال له: أنا عايز أسألك يا أسد سؤال واحد. الأسد قال له: اتفضل. قال له: بذمتك النجيل لونه أخضر ولا لونه أصفر؟ الأسد رد عليه وقال له: طبعا النجيل لونه أخضر، وأنا ما حبستكش علشان جاوبت غلط، أنا حبستك علشان ناقشت الحمار. حكمة بسيطة لكنها أعمق من 1000 كتاب. مش كل جدال يستاهل وقتك، ومش كل رأي يستحق إنك ترد عليه. وقبل ما ندخل في حلقة النهاردة اسمحوا لي أرحب بكم. مساء الفل لو كنت بتسمعوني بالليل، وصباح الورد لو كنت بتسمعوني الصبح. أهلا بيكم في البودكاست بتاعنا. وحلقة النهاردة هتكون ملخص كتاب فن الحرب. كتاب عمره أكتر من 2500 سنة لكنه لسه بيتكلم بلغتنا. كتاب ما تغيرش، بالعكس الزمن زاده حكمة. كتاب اتدرس في الجيوش وفي إدارة الشركات وفي العلاقات وحتى في تربية الأولاد. لأن الحرب مش دايما سيوف، أحيانا بتكون كلمة، قرار، أو حتى سكوت في لحظة عصبية ممكن تهد الدنيا. مؤلف الكتاب جنرال صيني اسمه سون، من حوالي 2500 سنة، وتحديدا في الصين، في زمن كانت فيه الصين متقسمة ومفيش امبراطور واحد يجمعهم. كان زمن الممالك الثلاثة وزمن الفوضى. الحكام بيتخانقوا والقانون نايم، وكل مملكة بتشوف إن ليها الحق وإن الكرسي ليها وبس. وفي وسط الغبار اللي مال السما، عيلتين قرروا ما يتفرجوش، قرروا ما يسكتوش، قرروا يدخلوا الميدان وبإيديهم ياخدوا كرسي الحكم بالقوة. عيلة اسمها عيلة هان وعيلة تشو. الاتنين قالوا: مش هنستنى العدل يجي، احنا اللي هنروح له. وحصلت حرب ما بين العيلتين استمرت تقريبا 4 سنين، دم وخيانة وخطط ومكائد وخسائر. لكن المفاجأة، اللي كسب الحرب مش اللي كان معاه جيش أكبر ولا اللي خاض عدد معارك أكتر. اللي كسب كان اللي فكر أحسن. اللي كسب كان أهدى وكان أذكى، وأذكى من الرماح وأذكى من السيوف. اللي كسب كانت عيلة هان بقيادة راجل اسمه القائد ليو. والقائد ده ما كانش معاه سيف خارق للعادة ولا درع لا يخترق ولا معاه مصباح علاء الدين، لكن كان معاه حاجة أثمن من 1000 سلاح. كان معاه قائد بيعرف يفكر، قائد فاهم يعني إيه توقيت، ويعني إيه خدعة، ويعني إيه تكسب من غير ما تحارب. القائد ده كان في إيده كتاب، هو صحيح شكله قديم، صفحاته باهتة، لكن محتواه كنز. كان معاه كتاب فن الحرب اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة. لكن استنى، ليه بنتكلم عن كتاب فن الحرب؟ احنا مش بنحارب، احنا عايشين بنشتغل وبنحب وبنتحب، بنتخانق شوية ونتصالح شوية، بنحاول ننجح وأحيانا بننجح. مالنا احنا ومال الحرب؟ لكن الحقيقة إن الحياة مليانة معارك، مش معارك فيها سيوف ولا صوت ولا طبول ولا مدافع، معارك يومية، معارك مع نفسك، معارك مع شغلك، مع توقعات الناس، ومعارك حتى مع الظروف. معارك في قرارات صغيرة، وفي مشاعر مكبوتة جوانا،
وفي لحظات ضعف محدش شايفها غيرك. المعارك مش دايما بتعلن، أوقات بتكون في شكل خيبة أمل أو مجاملة أنت مش مقتنع بيها أو لحظة انهيار وأنت عامل نفسك قوي. ومؤلف الكتاب كان عبقري، مش علشان كان بيحارب، لأ، لكن علشان كان عارف إن الحرب مش دايما سلاح ودم. شاف إن الحرب ممكن تكون صمت، ممكن تكون كلمة واحدة في وقتها، ممكن تكون إنك تسيب اللي يستفزك وتختار هدوءك. الحرب بالنسبة له كانت تكتيك، عقل وصبر ومهارة. النهاردة هنعرف إزاي ممكن نستخدم كتاب فن الحرب علشان تكسب من غير ما تحارب، تفوز من غير ما تستنفذ طاقتك، تعيش بنضج وذكاء. بس خلي بالك من حاجة مهمة، الحرب هنا مش لازم تكون قتال. الحرب ممكن تكون مفاوضة، ممكن تكون قرار مصيري، أو حتى نقاش بينك وبين شريك حياتك. كل مرة بتحس إنك مضغوط علشان هتاخد قرار أنت مش جاهز له، دي في حد ذاتها حرب. كل مرة بتحاول تثبت نفسك في شغل وأنت من جواك مكسور، دي حالة حرب. كل مرة بتتنازل عن حقك علشان تحافظ على اللي حواليك، برضو دي حرب. مؤلف الكتاب الجملة مرعبة، إن أعظم نصر هو اللي يتحقق من غير قتال. تخيل، مش لما تكسب بعد معركة شاقة وتعب ومجهود، لأ، لكن لما تكسب من غير ما تخوض المعركة أصلا. بمعنى إن الذكاء مش في القتال، الذكاء في إنك تمنع القتال. زي لما حد يحاول يستفزك بكلمة فترد بابتسامة وتسأله أنت كويس، وتخليه هو اللي يحتار في أمرك. زي لما تدخل نقاش مع حد بيسمع نفسه وبس فتقوله عندك حق، وتسيبه يكمل لوحده ويتكلم مع نفسه وانت كسبان هدوءك. زي لما يبقى عندك حق في مشكلة بس تختار تسامح علشان تريح دماغك، مش علشان انت ضعيف، لا، علشان انت أذكى. وزي ما قال أجدادنا، السكوت حكمة والصبر مفتاح الفرج. وزي ما قال فيلسوف سون مؤلف الكتاب، اعرف نفسك واعرف عدوك وما تخافش من نتيجة 100 معركة. جملة برضو عبقرية بتخلينا نفكر دايما، هل احنا عارفين نفسنا فعلا؟ انت عارف نفسك؟ عارف نقاط ضعفك وقوتك؟ عارف الحاجة اللي بتخليك تنهار؟ بتعرف تتحكم في غضبك؟ بتعرف ترد امتى وتسكت امتى؟ عارف ايه اللي بيخرجك من تعبك؟ وهل عارف اللي قدامك؟ عارف شريكتك، عارف مديرك، عارف ابنك، جارك، صاحبك، صديقك. في ناس بتدخل معارك من غير ما تعرف مين اللي قدامها، فطبيعي تخسر. المعرفة قوة، والمعرفة أول خطوة للفوز. مؤلف الكتاب قال الحرب تقوم على الخدعة، ودي مش دعوة للكذب، بالعكس دي دعوة للتكتيك. كان بيقصد إنك ما تبقاش مكشوف قدام كل الناس، إنك دايما لازم تخليك على قدر الحدث، إنك تحط خطة بديلة وإنت ساكت، إنك تتحرك وقت ما الكل يكون واقف. زي لما تدخل امتحان وإنت متوقع سؤال فبتستعد له، أو لما ترد على شخص بفكرة هو مش محضر لها، أو حتى لما تبص على الحياة كلها من فوق وتقول أنا مش داخل ألعب زيهم، أنا داخل أسبقهم. القائد الذكي هو اللي بيكسب المعركة قبل ما ياخدها. طب يعني إيه تحضير؟ التحضير يعني اللي بيذاكر واللي بيخطط واللي بيفكر هو اللي عنده فرص أكتر للنجاح. حتى في العلاقات، لما بتعرف شريكك بيحب إيه وبيكره إيه وبيحتاج إيه، بتكسب قلبه من غير خلاف. لما بتعرف صديقك حساس من إيه وإيه اللي بيبسطه وإيه الكلام اللي بيزعله، بتحافظ على صداقتكم من غير ما تقع في فخ الزعل. المرونة هي سر البقاء. سون مؤلف الكتاب بيقول إن الجيش اللي يتمسك بخطة واحدة بيتكسر لما الظروف تتغير. واللي ينجح مش بس اللي يخطط، اللي ينجح اللي بيعرف يغير خطته وهو ماشي. زي الحياة بالظبط، لما حلمك الأول ما يظبطش دور على باب تاني، ما تقفش تتفرج. زي اللي كان ناوي يسافر وفجأة الظروف منعته، قرر يشتغل على نفسه لحد ما الظروف تسمح. زي اللي حلمه يشتغل شغلانة معينة، لما الطريق اتقفل اكتشف نفسه في مجال تاني ونجح أكتر ما كان متوقع. زي اللي خسر مشروعه الأول فبدل ما ينهار رجع خطوتين لورا وخطط من جديد وبدأ أقوى من الأول. في الشغل، لما تبقى داخل مشروع جديد، بدل ما تجري وتستعجل، اقف وادرس السوق وادرس المنافسين
وادرس الفرص المتاحة ليك. ساعتها هتتحرك بخطوات محسوبة، مش خطوات عشوائية. ساعتها انت بتشتغل على الفوز من قبل حتى ما تبدأ، مش بعد ما تغرق تبدأ تخطط. حتى في العلاقات، لما بتبقى متخانق مع حد قريب منك وشايف إن عندك ألف رد ورد عليه، بتختار إنك تسكت، وتختار إنك تهدى، وتستنى اللحظة الصح للكلام. لإنك مش داخل تكسب خناقة، أنت داخل تحافظ على العلاقة. في الحياة، لما تبص الحاجة وفاكر إنك خسرتها، وتكتشف بعد فترة إنها كانت هتحملك فوق طاقتك، فتقول لنفسك الحمد لله إني ما كملتش فيها. لازم تفهم إن مش كل خسارة ضدك، أوقات ربنا بيشيل عنك وإنت مش واخد بالك. وعلشان توصل للمعنى، تعال نشوف أمثلة حياتية. شاب عايز يتقدم لبنت، خايف يترفض. أول معركة نفسية للشاب في حياته، مش بالسلاح ولا بالكلام، دي معركة خوف وعدم ثقة. سون بيقول اعرف نفسك قبل ما تواجه عدوك. يعني قبل ما تدخل بيتها لازم تبقى عارف نفسك كويس. ايه اللي مخوفك؟ هل شايف نفسك قليل، ولا فاكر انهم هيركزوا على وظيفتك او شكلك؟ طيب اسأل نفسك، ايه اللي يخلي البنت دي توافق عليك اصلا؟ وهل لو ما وافقتش عليك ده معناه انك مش كفء ليها، ولا ببساطة ان ربنا كاتب لك الافضل؟ اعرف الارض اللي انت داخل لها. بيت العيلة دي عامل ازاي؟ بيفكروا ازاي؟ طب بيحبوا ايه؟ مين اللي صوته مسموع فيهم، الراجل ولا الست؟ مش داخل تمثل ولا تلبس وش مش وشك. الذكاء إنك تعرف مفتاح الباب قبل ما تخبط عليه. ساعات الانتصار الحقيقي إنك تدخل واثق وتخرج محترم. حتى لو الرفض جه، يجي زي ما يجي، المهم تكون على طبيعتك مش على توقعاتهم. طيب ناخد مثال تاني. بنت أهلها عايزين يجوزوها غصب عنها وهي مش مرتاحة. هنا المعركة مش مع العريس، المعركة مع الضغط اللي الأسرة بتمارسه على البنت، ومع الخوف من كلمة عنوسة، مع صوت الناس اللي ما بيهدوش وكل واحد بيحاول يضغط من ناحية. كتاب فن الحرب بيقول أسوأ قرار هتاخده القرار اللي هتاخده تحت ضغط. لو كل حاجة جواكي بتقول إنك مش مرتاحة، يبقى توقفي، خدي وقتك، ادرسي الموقف، اعرفي عدوك الحقيقي. هل هو تأخر سن الجواز، ولا الخوف من كلام الناس، ولا إحساسك بالوحدة؟ لو خدت القرار علشان ترضي اللي حواليكي، النتيجة هتكون حرب يومية مع راجل انت ما اخترتهوش، وروح انت مش مرتاحة لها. سون مؤلف الكتاب كان بيخطط قبل ما يهاجم، وانت لازم تخططي قبل ما تقولي موافقة. طيب ناخد مثال تالت. راجل متجوز بس مش عارف يعيش سعيد. بيته بقى عبارة عن جبهة حرب، كل كلمة فيها اشتباك، وكل يوم في معركة جديدة. العدو هنا مش مراته، العدو الحقيقي هو الفتور في العلاقة، سوء التفاهم، الزعل اللي بيتراكم ما بينهم. لو عايز تنتصر، افهم مراتك بتحب ايه، بتخاف من ايه، بتحتاج تسمع ايه. اعرف الأرض، يعني البيت ده مين اللي بيقوده، القرارات بتيجي منين، هل في احترام متبادل ولا كل واحد عايش علشان يثبت نفسه. في النهاية، الكتاب ده مش بس عن الحروب ولا عن السيوف ولا عن الخطط العسكرية. الكتاب ده عنك، عن اختياراتك، عن ردود أفعالك، عن المعارك اللي مفيش حد بيشوفها غيرك، عن اللحظة اللي كنت فيها قادر ترد واخترت إنك تسكت، قادر تنتقم واخترت تسامح، قادر تنهار واخترت تكمل، عن التحديات اللي بتحصل من غير إنذار، والصبر اللي جواك وانت بتبتسم ومحدش عارف إنك مكسور، عن الحكمة اللي بتختارها بدل الاندفاع، وعن الهدوء اللي بيحميك من إنك تغلط في لحظة غضب. سون مؤلف الكتاب قال أعظم نصر اللي بيتحقق من غير قتال. وانت كل يوم لما بتعدي من غير ما تخسر نفسك، فأكيد انت كسبت. لما تختار تكون ناضج بدل ما تثبت انك على حق، أكيد انت كسبان. لما تشيل ألمك بصمت وتحافظ على طيبة قلبك، انت كسبان. افتكر دايما
الذكي مش اللي بيكسب كل معركة، الذكي هو اللي يعرف إمتى يدخلها أصلا وإمتى ينسحب وهو مرفوع الراس. لو حسيت يوم إنك تايه ومش عارف إيه الصح، ارجع تاني للكتاب وارجع تاني للحلقة، مش علشان تتعلم تحارب، لكن علشان تتعلم تعيش، تعرف إزاي تفكر وتعرف إزاي تتعامل وتعرف إزاي تنجح من غير ما تأذي حد وتوصل من غير ما تدوس على حد. لو عجبتك الحلقة شاركها مع أي حد يكون محتاج يسمع الكلام ده دلوقتي، ممكن يبقى سبب في إنه يكسب معركة هو مش قادر يشوفها لوحده. وافتكر دايما اللي يعيش بذكاء